الكريمة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الأسس العلمية لتفريغ الأسماك المياه المالحة. أولا بس أحب أعرف نفسي، أنا مهندس أحمد عبد السلام، مدير المفرخ البحري في كيلو 21 الإسكندرية، متخصص في إنتاج أو تفريغ أسماك القاروص والدنيس. إن شاء الله النهاردة قبل ما نتكلم عن الأسس العلمية لازم أولا نعرف يعني إيه مفرخ بحري أو مكونات المفرخ البحري. المفرخ البحري ده طبعا أول حاجة فيه اللي هي مأخذ المية. أول حاجة دي حاجة مهمة جدا، مأخذ المية. وبعد كده قسم الأمهات، بعد كده قسم اللايف فود. وقسم اللايف فود ده بينقسم إلى 3 معامل. معمل الطحالب اللي هو اللي بينتج الخلايا النباتية، ومعمل الروتيفر، ومعمل الأرتيميا اللي بينتجوا الخلايا الحيوانية. بعد كده أقسام الزريعة اللي بتنقسم برضو ل3 أقسام: اللارفا ريرنج والنيرسي والبري فاترينج. طبعا هنعرف كل واحدة بالتفصيل شغلها إيه، وبتبدأ بدايتها إمتى ونهايتها إمتى. فأولا مأخذ المية. طبعا المية ديت سواء إن أنا جايبها من البحر مباشرة، أو من آبار شاطئية من على البحر مباشرة، أو آبار بعيدة عن البحر بس بتديني مواصفات مياه البحر من ملوحة والعناصر اللي أنا محتاجها في التفريغ. فعموما أي مية بستخدمها في التفريغ لازم تمر على عدة معالجات قبل استخدامها في التفريغ. فأول حاجة المية دي لما باخدها من البحر أو بيتم ضخها عن طريق طرمبات من البحر أو من الآبار، بيتم أولا تدخل على حوض التهوية عشان أرفع فيها معدلات الأكسجين. بعد كده بدخلها على حوض الترسيب عشان لو فيها أي عناصر، فيها حديد، فيها عناصر تقيلة، بيتم ترسيبها. وبعد كده بدخلها على وحدة الأوزون. وحدة الأوزون دي طبعا عبارة عن غاز الأكسجين في صورة O3. فطبعا ده بيبقى الصورة السامة للأكسجين، فبتقتل أي كائن حي سواء بارازايت أو طفيليات أو أي حاجة موجودة في المية. بعد كده بدخلها على الساند فلتر عشان برضه أتخلص من جميع العناصر العالقة في المية. طبعا مثلا لو عندي حديد أو كده، أول ما بيدخل على التهوية بيتحول من كلوريد حديديك إلى أكسيد حديدوز. بعد كده بترسب في المية، وبعد كده بيتم التخلص منه عن طريق الفلاتر الرملية. ده بالنسبة للوتر سبلاي. طيب المية اللي أنا المفروض أستخدمها في التفريغ ديت ليها مواصفات معينة طبعا. طبعا مواصفاتها من حيث درجة الحرارة إن هي لازم تكون ملائمة للأسماك اللي أنا هشتغل عليها تفريغ. فطبعا أسماك القاروص والدنيس أسماك مياه باردة، بتعيش في درجات حرارة من 16 ل 22، وبيتم التفريغ في درجات حرارة من 14 ل 16 بالنسبة للقاروص، من 16 ل 18 بالنسبة لأسماك الدنيس. فطبعا ديت وصفة المية اللي هي الستاندرد المفروض اللي أنا أشتغل عليها. ده بالنسبة لجودة المية. بعد كده هنخش بقى على قسم الأمهات. ده أهم قسم في المفرخ، لأن القسم ده لو المعاملات فيه نجحت بطريقة صحيحة وبحسب الجداول اللي معمول بيها، إن شاء الله هتحصل على موسم كويس. طيب بالنسبة للأمهات بقى بتاعتي ديت أنا بجيبها منين؟ سواء أمهات القاروص أو الدنيس، طبعا أنا بجيبها من البحر أو من مفرخات مجاورة أو من مزارع يكون ميتها مياه مالحة. طيب الأمهات ديت ليها مواصفات معينة ومعايير لازم تتخذ في الاعتبار. أولا أنا لما بنتقي الأمهات من أي مكان ما، طبعا لازم تكون خالية من أي جروح أو طفيليات أو عدوى فطرية، لأن طبعا السمكة لو فيها أي جرح أو كده
يعني بتاخد وقت عما بترجع لطبيعتها، فيفضل ان انا استبعدها احسن يعني. فطبعا السمكه تكون خاليه من اي جروح خالص، ما عليهاش اي تشوهات خلقيه. اي ايه هي التشوهات الخلقيه؟ زي مثلا تشوهات في العمود الفقري، عدم تكون المثانه الهوائيه، تشوهات في الراس، تشوهات في الجسم. فكل ده طبعا بستبعده عشان ما ياثرش عليا في النسل اللي بعد كده. طيب الامهات ديت لازم تبقى وزنها لا يقل عن 2 كيلو، ده بالنسبة للأم. والذكور يعني حوالي 1 كيلو. طيب العمر الأمهات بقى لازم لا يقل عن سنتين أو 3 سنين. ليه؟ عشان أكون ضامن إن هي وصلت لمرحلة النضج الجنسي. فطبعا الحتة ديت مهمة جدا. وبعد كده الامهات دي انا باخدها سواء من اي مكان انا جبتها بقى، من البحر او من المزارع او كده. طبعا هي كانت عايشه في بيئه او ظروف مختلفه عن ظروف المفرخ، فلازم لما بجيبها لازم اتعامل معاها ان انا اقلمها جيدا على ظروف المفرخ، من حيث شكل البيئه اللي هي عايشه فيها، شكل التنكات، درجه الحراره، الملوحه. فطبعا ما بدخلهاش على قطيع الامهات اللي عندي على طول، بيتم وضعها في أحواض منفصلة عن أحواض الأمهات، بنسميها أحواض الكرانتين أو أحواض العزل. أحواض العزل ديت بتقعد فيها 15 يوم، بيتم فيها مراقبة الأمهات. وطبعا بيتم استخدام بعض المطهرات اللي هي الطفيلية، زي كبريتات نحاس، زي جريمالكايد، زي برنجانات بوتاسيوم، يعني بالتبادل ما بينهم خلال 15 يوم. وطبعا مع المراقبه، طبعا لو في اي سمكه مريضه بستبعدها، وباخد الاسماك السليمه ببدا ادخلها مع القطيع بتاعي. طيب اول حاجه طبعا احنا الامهات ديت لازم تعيش في بيئه ملائمه بيولوجيا ليها. يعني ايه يا باشمهندس ملائمه بيولوجيا؟ يعني مثلا في الاحواض، في امهات البلطي، احنا بنقول مثلا لا يقل عمود الميه عن 60 سم. ليه؟ لان سمكه البلطي هي بتفرخ في الظروف دي. طيب السمك البحري طبعا سمك بيبقى حجمه كبير، سمكه مثلا 2 كيلو، 2 كيلو ونص، 3 كيلو. فلازم تحس بالامان. طب هتحس بالامان ازاي؟ ان الحوض اللي هي عايشه فيه لازم يكون عمود الميه فيها عالي، يعني لا يقل عن من متر ونص ل 2 متر، عشان تكون حاسه بالامان وما يبقاش عليها اي اجهاد، وتبدا تتقبل معايا التغذيه واحده واحده. طيب احواض الامهات ديت بيبقى عندي مثلا 6 او 7 احواض. الاحواض دي كلها بتبقى منفصله عن بعضيها. ليه بقى؟ عشان اقدر اتحكم على كل حوض. تمام، اتحكم في درجه حرارته، اتحكم في الظروف بتاعته. لان انا ما بخشش تفريغ بالجروب الامهات اللي عندي كله، لا انا ببقى مقسمه مجموعات. كل مجموعه بتدخل فتره معينه. طبعا احنا قلنا التفريغ بيبدا بدايه من انتهاء شهر ديسمبر، وشهر يناير، وشهر فبراير. دي طبعا درجات الحراره بتبقى منخفضه، وبتبقى ملائمه للتفريغ. طيب انا طبعا لما باجي اسكن الامهات ديت بسكنها بمعدل 2 كيلو جرام لكل متر مكعب. يعني هو من 2 ل 5، بس طبعا لو انا يفضل يعني ان هو يكون من 2 ل 3 في المتر. بس في طبعا بعض الابحاث ان هي بتقول ممكن توصل لغايه 5 كيلو. طيب بعد كده الامهات ديت طبعا ايه، يعني مش كل سنه بجيب امهات، زي ما بجيب مجموعه بستبعد مجموعه من القطيع بتاعي، اللي بحيث ان انا اغير 25% من قطيع الامهات ده سنويا. طيب مرحله تجهيز الامهات بقى للتفريخ. قبل ما اخش تفريخ اللي هو في شهر 12، انا ببدا بقى معاها موسم تغذيه، اللي هي مرحله ما قبل التفريخ او مرحله التجهيز. طيب مرحله التجهيز دي بتبدا معايا من شهر 9. باخد شهر 9 و10 و11. بغذي الأمهات ديت بمعدلات عالية، يعني ممكن لا يقل عن 5%، وممكن توصل لحد الإشباع.
طيب العليقة اللي أنا باستخدمها ديّة بتبقى مكوّنة من 3 حاجات، من العلف الجاف العادي اللي هو 45% بروتين، زائد السُبيط، زائد السردين. كل واحد يعني بنسبة 1 ل1 ل1، يعني لو أنا هاغذّي 3 مرات في اليوم، هاغذّي مرّة علف ومرّة سُبيط ومرّة سردين. وفي بعض المفرخات بيبقى عنده مكنة فرم، بيفرم المكونات دي كلها مع بعضها ويبدأ يقدمها للأسماك في ال3 وجبات. يعني بيجيب مثلًا وليكن كيلو علف، زائد كيلو سُبيط، زائد كيلو سردين، ويدخّلهم المفرمة كلّهم مع بعض ويعملهم على شكل pellets، وبعد كده يبدأ يغذّي بيهم. أيًا كان الطريقتين صح، بس المهم في الفترة ديّة إن أنا أعِد الأم كويس، إن أنا أغذّي لغاية الإشباع، بحيث إن الأم تخُش معايا موسم التفريخ تكون إيه، تقدر تدّيني نتيجة كويسة. أي تهاون في المرحلة ديّة طبعًا بتأثّر معايا بالسلب بعد كده في التفريخ. طيب أنا غذّيت شهر 9 وشهر 10 وشهر 11، وخلاص درجة الحرارة بدأت تنزل معايا في آخر شهر 12، وخلاص بدأت الظروف تبقى ملائمة للتفريخ. باعمل إيه بقى؟ أولًا بانزّل حوض الأمهات ده، وبعد كده بابدأ أحُط مخدِّر، سواء في الكاتش بوينت بتاع الحوض، أو في لو أنا عندي حوض صغير مثلًا مساحته 1 متر والّا حاجة، باخد الأمهات من الحوض الكبير ده أحطها في الحوض الصغير، وأبدأ أراقب كل أم، أكشف عليها كده عن طريق كانيولا، إن أنا باخد جزء، باخد عينة من المبيض وأشوف حجم البيض جوه المبيض قد إيه. طبعًا الأم اللي هي اللي تكون جاهزة للتفريخ، يشترط إن لا يقل حجم البيضة عن 600 مايكرون. فطبعًا في شريحة معينة يعني بنبُص عليها بنقيس حجم البيضة، تمام. وطبعًا من خلال الشغل والخبرة خلاص إحنا اتعودنا على شكل البيضة يعني بيبقى إزاي. طبعًا لو صغيرة بيتم عزلها في أحواض تانية، وباسيبها فترة، برضه بامشي معاها بالتغذية لغاية ما توصل لمرحلة النضج، ال نضج البويضات. طب الأمهات الجاهزة، يعني أنا مثلًا لو حاطط 20 أو 30 في الحوض، مثلًا ممكن ألاقي 10 أحواض، 10 أمهات جاهزة مثلًا و20 مش جاهزين. طيب ال10 أمهات الجاهزين دول اللي هي قطر البويضة مناسب معايا للتفريخ، بابدأ أعزلهم في حوض لوحده، بعد كده باعملهم هرمونات. طيب باستخدم هرمونات زي الLHRH أو الGnRH أو الHCG. طبعًا كل الهرمونات المعروفة ديّة ممكن نستخدمها، بس أفضل هرمون كان بيعطي معانا نتيجة كويسة، الهرمون اللي هو LHRH، لأن الهرمون ده ما بيشتغلش على المبيض. يعني في بعض الهرمونات لمّا بتحقن السمكة بتشتغل على المبيض، بتدفع البيض سواء جاهز أو مش جاهز، بتدفعه مرّة واحدة. لكن الLHRH هو فيه ميزة إن هو بيشتغل على الغدة النخامية، يعني بيحفّز هرمونات الFSH والLH تُطلق من الغدة النخامية. عشان كده الأم لو مش جاهزة، لو البيض مش جاهز فيها، ممكن ما تدّيش البيض بتاعها. فهو ده ميزته في كده. وبعد كده ليه ميزة تانية برضه، إن أنا لو قطيع الأمهات اللي أنا باستخدمه في أول الموسم ده، بعد ما بيخلّص تفريخ ممكن أعِدّه تاني برضه بالتغذية، أسيبه شهرين مثلًا يتغذى كويس، وبعد كده يقدر يكوّن مبيض تاني وأقدر أستفيد منه مرّة تانية. طيب بعد كده باجي أحقن الهرمون ده إزاي يا باشمهندس؟ الهرمون ده طبعًا بيبقى كل هرمون بيبقى ليه وحدات دولية. مثلًا هنتكلم عن الLHRH. الLHRH ده أمبول بييجي عبارة عن 5000 وحدة دولية. طبعًا بيتم تخفيفه عشان أوصل بيه لمعدل 20 وحدة دولية. فباجهّز الحقنة بتاعتي، بحيث إن كل سنتي من الحقنة
يحتوي على 20 وحدة دولية من الهرمون ده. طيب وبعد كده بقى بيبدأ وزن الأمهات، بوزنها عشان أقدر أحدد الجرعة اللي هي هتاخدها بالظبط. فالمفروض كل كيلو جرام من الأمهات بياخد 20 وحدة دولية. يعني السمكة لو كيلو بديها 1 سنتي، السمكة لو كيلو ونص بديها مثلا 1.5، اللي بيبقى فيه 30 وحدة دولية من الهرمون. طيب بعد كده طبعا هي حقنة واحدة للأمهات فقط، والذكور طبعا بيتم انتقاء الذكور الجاهزة بدون استخدام أي هرمون مع الذكور. بعد كده بحطهم في حوض بنسميه حوض التبويض. الحوض ده الأمهات اللي اتحقنت مع الذكور بنسبة 1:1 أو 2:1، بس طبعا الطريقة الأفضل هي 1:1. بسيبهم مع بعض لمدة من 48 ل 72 ساعة. طيب في الفترة دي طبعا بظبط درجة الحرارة إن هي تكون من 14 ل 16 عن طريق طبعا الهيت بامب أو عن طريق تشيلر. طبعا معدلات تغيير المية بتبقى 100%. طبعا بوقف التغذية خالص خلال ال 72 ساعة اللي بيحدث فيهم التبويض، عشان أحافظ على جودة المية تكون ممتازة. طيب بعد ال 72 ساعة ده بيتم الحصول على البويضات. طيب البويضات دي المفروض البويضات الأسماك المياه المالحة بتبقى فلوتنج أو طافية. فبعد كده بجمع البويضات طبعا في الشكل الصورة اللي فوق دي خالص. طبعا ده الصرف السطحي. طبعا البويضات بتبقى فلوتنج على سطح المياه. فبيتم تجميع الأمهات عن طريق الصرف، البويضات عن طريق الصرف السطحي في الجزء الأبيض ده. الجزء الأبيض ده اللي هو الداخلي، ده عبارة عن شبكة حوالي 500 مايكرون بتسمح بمرور المية وبتحجز البيض جواها. بعد كده بيتم تجميع البيض ده وبعمل عليه اختبار اسمه اختبار الجودة أو اختبار الطفو. إن أنا بجيب مثلا بيكر أو بجيب إزازة مية مقلوبة وبيتم وضع البويضات فيها. طيب البويضات اللي هي المخصبة أو البويضات الجيدة بتمسك سطح المية. ده مؤشر إن البويضات المنتجة دي مخصبة تماما 100%. طيب وفي جزء من البويضات دي بيتم ترسيبه في قاع الإناء أو قاع الأنبوبة اللي أنا بستخدمها ديت. غالبا بيبقى البويضات ديت غير مخصبة ورديئة، فبيتم استبعادها. طيب أنا بتعامل مع البيض ده إزاي؟ طبعا أنا مش هقدر أعد البيض بالوحدة، فبتعامل معاه عن طريق الوزن. يعني المفروض كل جرام من البيض بيحتوي على 1000 بيضة 1000 بيضة. فأنا مثلا لما بجمع البويضات وأوزنها لقيت مثلا عندي كيلو بيض. كيلو بيض ده يعني مليون بيضة. طبعا الكيلو فيه 1000 جرام وكل جرام فيه 1000، يعني الكيلو بيحتوي على مليون بيضة. بعد كده بيتم تطهير البيض ده بالبيتادين، وبعد كده بيتم تحضينه يا إما في انكيوبيتور يا إما بسكنه في أحواض الرعاية على طول. طيب البويضات ديت بعد ما بتنتج كده عندي وطهرتها وسكنتها بتفرز بعد قد ايه؟ بعد 48 ل 72 ساعة. طبعا أثناء 48 ل 72 ساعة دول لازم أعمل متابعة لتطور البيض. إن أنا كل ساعتين ثلاثة باخد عينة من البويضات ديت وبكشف عليها تحت الميكروسكوب، أشوف البويضة الانقسامات بتحصل بطريقة منتظمة. لان في اوقات معينه الجنين ممكن يموت داخل البيضه، طبعا لظروف معينه، عدم تغيير المياه بمعدلات المطلوبه. طبعا انت عارفين البيض لو الميه مش جيده بينتج طبعا غاز ال H2S خلال عمليات الفأس.
فلازم يكون معدلات الميه لا تقل عن 200% خلال 48 ل 72 ساعه دول، عشان ابدا اتخلص من اي غازات ممكن تتكون في مراحل الانقسامات ومراحل الفأس. طيب بعد كده، بعد 48 ساعة أو 72 ساعة، بدأ يحصل عندي الهاتشنج أو فأس البويضات. طبعا لو أنا حطيتها في انكيوبيتور، ببدأ أنقلها في التنكات اللي حضرتكم شايفينها دي. التنكات دي صالة بتاعت رعاية اليرقات، اللي هي بيتم فيها تسكين، يا إما تسكين البيض يا إما تسكين اليرقات حديثة الفأس اللي هي لسه طالعة من البيض على طول. طيب شكل التنكات طبعا التنكات يفضل انها تكون دائريه، مساحتها من 3 ل 10 متر. تمام. طبعا الجزء اللي في النص ده اللي هو الصرف. طبعا الصرف سواء سطحي او قاعي او من عمود الميه. لازم شباك الصرف تكون حوالي 300 مايكرون لسمك القاروص لبويضات القاروص، و100 مايكرون للدنيس، بحيث ان هي ما تقدرش تسمح بمرور الميه وما تسمحش بمرور اليرقات. طيب احنا قلنا معدلات تغيير الميه في البيض لا تقل عن 200%. اول ما بيحدث فأس، بنزل بمعدل تغيير الميه ده من 200% من 5 ل 10% اول ما بيحصل هاتش على طول. طيب ابدا بقى ظبطت معدل تغيير الميه. عايز اعرف، طب انا هسكن اليرقات دي يا باشمهندس ازاي في حجم الميه ده؟ طبعا لازم يكون حجم الميه معلوم. طبعا لو انا بستخدم من 3 ل 10 متر مكعب، بسكن لكل لتر من 50 ل 100 يرقه، او من 50 ل 100 بيضه. يعني كل متر مكعب بيحتوي على 100,000 يرقه. فطبعا بضرب ال 100,000 يرقه للمتر مكعب في حجم التانك، مثلا 5 متر 7 متر، بيديني توتال اليرقات اللي انا بحطها. يعني التانك اللي احنا شايفينه في الصوره ده 10 متر مكعب. 10 متر مكعب لو انا هسكن 50 يرقه لكل لتر، بحط فيه 500,000 يرقه. لا لو انا بسكن 50 في ال في اللتر. طب لو انا بسكن 100، هحط كيلو بيض او مليون يرقه في التنكات دي. طيب اليوم اللي انا بسكن فيه اليرقات ده احنا بنسميه في المفرخ دي زيرو. هي لسه ملهاش عمر، هي لسه طالعه من البيضه. تمام. واتنقلت على التنكات. طيب اول 3 ايام طبعا معدلات تغيير الميه ضعيفه جدا، ما فيش اضاءه خالص، ظلام تام. طبعا اليرقات دي بيبقى فيها تحتوي على الميلك صاج او كيس المح، يتم التغذية عليه لمدة 3 أيام بدون أي تدخل بشري خالص. دي شكل اليرقة في دي 1. طبعا واضح كيس المح كبير، وطبعا الفم بتاع يرقات الأسماك البحرية بيبقى مغلق أول 3 أيام. فأنا ما فيش أي تدخل بشري خالص. طيب المية بتاعت اللارفا ريرنج أو الرعاية ديت لازم تكون متظبطه على درجه حراره من 18 ل 20. الملوحه طبعا ملوحه البحر اللي هي من 34 ل 37. الاكسجين من 6.5 ل 7.5، والبي اتش اللي هو من 7.5 ل 8. طيب احنا قلنا حسابة التسخين اللي هي من 50,000 ل 100,000 يرقة لكل متر مكعب. طيب انا في ال3 ايام دول مفيش اي تدخل خالص. بعد كده باجي بقى في اليوم الرابع، يتم اخذ عينات من اليرقات ديت عشان اتاكد فتحه الفم بدات تفتح ولا لا. فده شكل اليرقه في اليوم الرابع. طبعا كيس المح تم محلاله او التغذيه عليه، وبدا الفم يظهر زي ما انا شايف كده. اول ما الفم بتاكد انه فتح كده، خلاص ببدا
احط خلاص السمكه كده خلاص كانت تغذت على كيس المح، وبعد كده عايزه تاكل بقى ايه، اكل خارجي. فاول حاجه بضيف الطحالب بمعدلات اللي هي من 300 الف خليه لكل ملي للقاروص، او 500 الف خليه للدنيس. ده في اليوم الرابع. وبيتم اضافه الغذاء الاولي اللي هو الروتيفر. معلش انا واخد الموضوع كده بسلاسه واحده واحده عشان ايه نفهمه مع بعض يعني كويس. في اليوم الرابع ببدا احط الطحالب الاول، بعد كده بضيف الرطفه، وببدا افتح الاضاءه، اشغل اضاءه بسيطه من 300 ل 500 مي لكس. بعد كده طبعا الاسماك اليرقات دي بتبدا تتغذى على الرطفر بتاعي. طيب الرطفر ده بحطه برضو بمعدلات معينة. المفروض بحط 5 حيوان رطفر لكل ملي مية. يعني المتر مكعب بياخد 5 مليون حيوان رطفر. ده في اليوم الأول. طب ليه يا باشمهندس انت بتحط الكثافة العالية قوي دي من الرطفر؟ يعني لو أنا عندي تانك 10 متر بحط له 50 مليون حيوان رطفر. طبعا اليرقة في الأيام الأولى طبعا حركتها ضعيفة جدا، ما بتقدرش تجري ورا الفريسة بتاعتها أو ورا التغذية بتاعتها. عشان كده أنا بحط في كل ملي من المية يبقى فيه 5 حيوان، بحيث إن اليرقة دي يعني إيه، مشيت يمين بتلاقي غذاء، شمال تلاقي غذاء، في أي مكان في عمود المية بتلاقي غذاء فيه. طيب بعد ما بضيف الرطفة طبعا ايه بعدها بساعتين 3 لازم اخد عينات من اليرقات عشان اتاكد ان هي بقت قادره ان هي تتغذى على الرطفه. طب ليه الرطفه انا بحط في الاول؟ طبعا الرطفه ده حيوان صغير جدا، حركته بطيئه. مميزاته دي مميزات الحيوان ده عن غيره من الحيوانات. وفي ميزه كويسه جدا، ان هو السمكه حيوان الرطفر ده لما بيجي يموت او بيموت في بطن اليرقه، هو بيفرز انزيمات هاضمه. تمام، يعني بنسميها خاصيه الهضم الذاتي. هو بيهضم نفسه بنفسه. فالانزيمات الهاضمه ديت بتعمل على تحفيز الجهاز الهضمي بتاع اليرقه عشان يقدر يفرز الانزيمات الهاضمه. وهو بيساعد الجهاز الهضمي على هضم الحيوان ده داخل المعده. بعد كده في اليوم الخامس والسادس ببدأ أزود معدلات الرطفة. كنت الأول بحط 5 حيوان لكل رطفة لكل ملي. بعد كده الخمسة بعد يومين بيبقوا 7، بعد كده 9، بعد كده 12، لغاية ما أوصل ل15 حيوان لكل ملي في الدي مثلا 12 أو 13. تمام. طيب خلاص انا كده متاكد ان اليرقه بتاعتي بتاكل رطفر بشراهه وزي الفل، الموضوع ماشي معايا تمام. طيب باجي بقى في اليوم السابع ببدا اديها نوع تاني من الغذاء، من الغذاء الحي برضو، اللي هو الارتميا، اللي هو الشكل الظاهر في الصوره جنب الطحالب فوق ده. طيب الارتميا ده حيوان طبعا من القشريات، معدل نمو سريع، وحركته سريعة وحجمه أكبر. فطبعا الزريعة كل ما بتكبر كل ما بتبقى محتاجة غذاء أكتر. فأنا بحط حيوان الأرتميا ده عشان حجمه كبير. فالسمكة كل ما يعني بتاكل منه واحدة كأنها كانت مثلا 10 حيوانات رطفة. فأنا بساعدها إن هي إيه تشبع بسرعة. بحط الأرتميا دي من اليوم السابع. والرطفة برضو يعني ما بوقفوش، هو ماشي معايا برضه. يعني انا مثلا في اليوم السابع ده لو انا بغذي 3 وجبات رطفة، اجي في اليوم السابع بضيف وجبة ارتميا، وجبة مرة واحدة بس في اليوم السابع. عشان طبعا احنا قلنا ده غذاء مختلف.
بحط وجبة واحدة عشان اليرقة تبدأ تتعرف عليه. بعد كده وطبعا لما بدخل غذاء جديد لازم أضيفه في الصباح، يعني إيه تكون الوجبة الأولى. ليه؟ لأن ساعتها اليرقات بتبقى آه، جعانة. آه، فبحط الأرضية الأول عشان تتعرف عليها وبعد كده تلتهمها، وبعد كده بضيف الرطفة في الوجبة التانية عشان اللي ما قدرش ياكل أرتميا يبدأ يتغذى على الرطفة اللي هو إيه متعود عليه. برضو في اليوم الثامن ببدأ بدل ما كنت بحط وجبة واحدة بحط وجبتين. بعد كده الوجبتين دول بيبقوا ثلاثة، وبرضو معايا الرطفة شغال. بوصل بمعدل 3 وجبات أرتميا زائد 3 وجبات رطفة. طيب الأرتميا ديت نوعين. في أرتميا اسمها اي اف معروفة تجاريا باسم اي اف، وارتيميا اي جي. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الارتيميا الاي اف دي حجمها بتبقى اصغر من الاي جي، ومعمول لها عمليه اسراء او تدعيم بالدي بي اي والدي اتش اي. فطبعا دي بتبقى ممتازه ان انا استخدمها في الايام الاولى، طبعا لان السمكه بتبقى محتاجه للاحماض الدهنيه عشان بتكون الاعضاء بتاعتها. بعد كده الاي جي دي بتدخل معايا، طبعا احنا قلنا حجمها اكبر شويه، فبدخلها معايا من اليوم ال 11 او اليوم ال 12. يكون هي خدت او اتعودت ان هي تاكل الاي اف ذات الحجم الصغير. بعد كده لما اجي اضيف الاي جي فبتقدر تاكلها بسهوله. طيب بعد كده طبعا احنا قلنا بغذي 3 وجبات رودفر و3 وجبات ارتمي. طيب باجي بقى ده جدول بال بمعدلات التغذيات سواء طحالب او الرطفه او الارتمي او الاعلاف زي ما احنا شايفين بالايام. باجي عند اليوم ال 16 ابدا اضيف اول وجبه علف صناعي. طيب ليه انا بضيفها في اليوم ال 16 ما ضفتهاش قبل كده؟ المشكله في اليرقات ديت ان حجم الفم بيبقى صغير جدا، فلازم يكون الغذاء المقدم اصغر من حجم الفم. يعني مثلا الارتمي انا بقول بحطها في اليوم السابع، لو انا حطيتها في اليوم الرابع مثلا هيكون حجم الفم اصغر من حجم الحيوان فمش هيقدر ياكلها، فمش هقدر استفاد بيها. لو انا ضفتها في اليوم الرابع اليرقات مش هتتغذى عليها خالص. عشان كده انا بستنى عليها عشان توصل لليوم السابع علشان تقدر تاكلها. طيب باجي عند اليوم ال 16 ببدا ادي اول وجبه من الغذاء اللي هو الصناعي اللي هو الاعلاف. هنا بقى بيبقى عندي مشكله ان طبعا اليرقات هي طبعا يرقات الاسماك ديت يرقات مفترسه، فهي عايزه الغذاء ده يكون متحرك قدامها عشان انشط عمليه الافتراس وتبدا تلتهم الغذاء اللي موجود. يعني مثلا لو انا ضفت رطفه نافق او ميت او ارتميه ميته، السمك ما بيستفادش منها باي حاجه ولا بيلتهم لانه ما بيشوفهاش اصلا، لان مدى الرؤيه لليرقات في الاعمار الاولى بيبقى ضعيف جدا. فلازم في يعني الحيوان ده لازم يكون متحرك عشان يقدر هو يشوفه ويقدر يقتنصه او يقدر يفترسه. باجي بقى في اليوم ال 16 المشكله بقى عندي في الاعلاف طبعا الاعلاف غير متحركه. طيب العلف البارد ده بيبقى لونه احمر او اورنج شبيه للارتميا. فطبعا في اليوم ال 16 بحط وجبه واحده، فالوجبه واحده في الصباح الباكر وبسيبها. ميزه العلف ده ان هو ممكن ان يقعد نص ساعه على سطح الميه، فبيبدا ينزل في عمود الميه ببطء شديد، ف- فبيخيل اليرقات ان هو شبيه للارتميا، فيبدا يتعرف عليه ويبدا يتغذى عليه. برضو انا بضيف وجبه واحده في اليوم ال 16 وزائد ال3 وجبات ارتميا زائد ال3 وجبات رطفه.
بعد كده في اليوم ال 17 وال 18 ببدا ازود عدد وجبات العلف. يعني مثلا وجبه وبعد كده وجبتين بعد كده 3 وجبات، اصبح عندي 9 وجبات مختلفه، 3 منهم ارتميا، 3 روتيفان، و3 اعلاف. طيب انا كده هو خلاص كل ال3 اصناف. ببدا عمليه الفطام بقى بدايه من اليوم ال 16، انا خلاص بدا ياكل علف. هبدا اعوده بقى ان انا اشيل منه الغذاء الطبيعي ده، بس تدريجي، واحده واحده. ازاي بقى؟ يعني احنا قلنا عندي 9 وجبات، 3 ارتميا، 3 علف، 3 روتيفر. ابدا اشيل واحده، وجبه روتيفر، امنعها عنه خالص، واحط بدلها وجبه علف. يعني اغذي 4 وجبات علف زائد 2 بس روتيفر زائد 3 ارتميا. طبعا العمليه دي بتبقى تدريجيا لغايه ما ابدا اسحب الرطفه واحده واحده، بحيث ان انا اوصل لغايه اليوم ال 25 اكون شلت ال3 وجبات بتاعت الرطفه خالص عند اليوم كام؟ 25. بعد كده طبعا ابدا ازود في عدد وجبات الاعلاف والارتميا الاثنين مع بعض. ابقى انا كده عند اليوم ال 25 بدات افطمه، شلت الرطفه خالص. طيب بالنسبه للطحالب، احنا قلنا طبعا كل ما بضيف الروتيفر لازم اضيف طحالب. طب ليه بقى الطحالب؟ مع ان الطحالب دي هي خلايا نباتيه، واليرقات ديت يرقات مفترسه، يعني هي المعده بتاعتها غير قادره على هضم الخلايا النباتيه. هو انا بضيف الطحالب هنا عشان اعمل حاجه اسمها سلسله غذائيه في الحوض. طبعا الطحالب بتبقى غنيه بالاحماض الدهنيه اللي هي اي بي اي والدي اتش اي، بس الاسماك بتستفيد منها عن طريق طريق غير مباشر، عن طريق الروتفر. ليه؟ لان الروتفر ده هو بيتغذى اساسا على الطحالب. فانا بضيف الروتفر في الحوض، لازم احط معاه طحالب كتغذيه عشان احافظ على الروتفر اللي موجود في الحوض انه حي. انا مش عايزه يموت في الحوض لغايه ما يتاكل، فلازم اضيف الطحالب عشان يلاقي تغذيه. طيب طبعا ببدا بعمليه الفطام من الروتفر ده عند اليوم 25، خلاص بوقف الطحالب. بعد كده دي مرحله الرعايه اللي هي اول 25 يوم. بدات فطام الروتفر، خلاص بقى بعد ال 25 يوم خلاص الزريعه دي بدات تكبر في الحوض اللي معايا ده، لازم اوسع الاحواض دي. فبتبدا بقى المرحله الثانيه من رعايه اليرقات اللي هي مرحله النيرسري. ببدا انقل اليرقات ديت من الاحواض الصغيره ديت لاحواض اكبر. يعني احواض رعايه اليرقات دي لو هي 10 متر مكعب بيتم نقلها عن طريق خرطوم. لازم طبعا يكون صاله الرعايه ومع صاله النيرسري في مستوى منخفض، بحيث ان انا ابدا انقل اليرقات. طبعا ما بقدرش استخدم اي اشلاب، فبنقل اليرقات بالميه بتاعتها عن طريق خرطوم، بنقله من الحوض الصغير للحوض الاكبر. تمام. بعد كده بتبدا مرحله النيرسري. طيب مرحله النيرسري ديت البدايه من 25. ابدا بقى عايز اعمل بدايه للفطام بتاع الارتمي زي ما عملت في الروتفر. هبدا برضو اعود الاسماك ان هي تاكل وجبات اكتر من الارتميا او وجبات اكتر من الاعلاف، وابدا اخفض معدل الوجبات بتاعه الارتميا واحده واحده. المرحله دي بتاخد معايا من يوم 25 لغايه اليوم 55. طيب دي حوالي شهر. فطبعا لان دي اصعب شويه لما انا بشيل الروتفر كائن حي والارتميا كائن حي. فانا لما بشيل الروتفر واعوض بالارتميا
تمام. فكده بالنسبه لي مفيش مشكله، او بالنسبه لليرقه مفيش مشكله، لان هي كده كده بتاكل لايف فود او بتاكل غذاء حي. المشكله بقى لما اجي ابدا اقلل الارتيميا وازود الاعلاف. طبعا الارتيميا دي بالنسبه لليرقه لحوم، فهي بتفضلها عن الاعلاف. فالمرحله دي لازم تتم ببطء شديد وبحرص. ليه؟ لان اي انخفاض في مفاجئ بالنسبه للارتيميا بينشط عمليه الافتراس جامد، فهتلاقي اليرقات بتعض في بعضها او بتاكل بعضها. عشان كده الفتره دي بتبقى طويله شويه، اللي هي من 25 لغايه ال 55. ابدا اقلل وجبات الارتيميا وعدد الارتيميا نفسه في الوجبه تدريجيا لغايه ما اوصل لمرحله الفطام التام عند يوم ال 55، وتكون اليرقات خلاص بدات تاكل اعلاف والغذاء الطبيعي بالنسبه لي كده واقف عند اليوم ال 55. هي دي مرحله النيرسري او مرحله الويننج، ودي اصعب مرحله لان بيبقى فيها معدل الفقد بيبقى عالي جدا. طبعا الاسماك ديت بيبقى فيها معدلات الفقد عاليه. يعني المفروض احنا في المفرخ وصلنا لغايه 35 35% اعاشه. يعني بعد كل الكلام ده كله انا بفقد حوالي 65% من الانتاج بتاعي. عشان كده لازم احصل على كميات بيض كتير عشان اقدر في الاخر اقدر اوفي الانتاج بتاعي. يعني احنا في المفرخ المليون بيضة بالاخر بتصفى على 300 الف بيضة. فانا لو عايز انتج مثلا مليون اصبعية او مليون يرقة، لازم ابدا بحوالي 4 مليون 4 مليون بيضة عشان في الآخر أقدر أوصل مليون يرقة بتاعتي بعد ال 60 يوم. طيب ده بالنسبة للتغذية. طيب في حاجات تانية مهمة جدا برضو لازم يعني أخدها في الاعتبار. في حاجة اسمها السويم بلادر أو المثانة الهوائية. المثانة الهوائية دي اللي بتحدد جودة الزراعة بتاعتي. دي لو اتكونت خلاص يبقى الزراعة عندي جودتها عالية وممتازة. لو ما اتكونتش أبدأ أصرف الحوض خالص وأتخلص من من اليرقات بتاعتي. طيب في معايير معينة يعني بعملها أو احتياطات بعملها عشان خاطر أحافظ على النسبة بتاعت المثانة الهوائية ديت إنها لا تقل عن 95% وممكن توصل ل 100%. طيب المثانة الهوائية دي بتتكون إمتى؟ بتتكون في العروس من اليوم السادس لغاية اليوم ال 12، وفي الدنيس بتتكون من اليوم العاشر لليوم ال 17. طيب يعني ايه مثانة هوائية او سوم بلادر؟ دي عبارة عن كيس داخل السمكة. الكيس ده لازم يتملأ بالهواء، تمام، عشان تتكون او يحصل انفليشن للتجويف المثانة الهوائية. زي ما انتم شايفين في الصورة كده، اللي هو الجزء اللي انا بعلم عليه ده، هو ده اللي فيه نقطة جوه. يعني هو عبارة عن تجويف أسمر وفي نقطة جوه. دي عبارة عن هواء جوه التجويف ده. طيب المثانة الهوائية ديت هي المسؤولة عن العوم وانتظام حركة السمكة. فهي ديت يعني السمكة لو عايزة تغطس في عمود المية تنزل في الإيقاع بتعمل انكماش للهواء دوت. لو عايزة تطلع على السطح بتعمل إيه؟ انتفاخ للكيس ده عشان تقدر تطلع على السطح. فديت آه جهاز مهم جدا لازم يتكون. طيب عشان يتكون في اليوم ال 16 لليوم ال 12، دي في اليوم السادس لغايه اليوم ال 12 لازم السمكه تطلع على سطح الميه وتاخد شهقه هواء او فقاعه هواء عشان ايه المثانه دي تتكون. طيب انا الاحتياطات اللي انا باخدها ان انا لازم انظف سطح الميه كويس،
لان التغذيه بالروتيفر والطحالب، طبعا احنا عارفين ان الغذاء الطبيعي ده بيبقى غني بالاحماض، فالاحماض ديت بتكون حاجه اسمها طبقه زيت على سطح الميه. طبقه الزيت ديت لازم انضفها اول باول خلال الايام اللي هي من يوم السادس لغايه اليوم ال 12. طيب بنضفها ازاي؟ عن طريق بعمل فيه اللي هو الجزء اللي انتوا شايفينه ده. الجزء ده عباره عن حاجه اسمها مصيده للزيت، ان هي بيتم دفع المياه عن طريق خرطوم هواء داخل الجزء ده. فطبعا الزيت بيبقى على السطح، فبيتم حجزه في المنطقه دي، وبيتم تنظيفه طبعا ايه اول باول، بحيث ان انا اتخلص من الزيت ده والسمكه تقدر تكون المثانه الهوائيه. تمام. في حاجه اسمها بقى الطريقه الفرنسيه. الطريقه الفرنسيه ديت طبعا في بعض المفرخات ما بتبقاش عندها القدره انها تعمل معامل رطفر ومعامل طحالب. فالطريقه الفرنسيه دي بتعتمد ان انا بعمل اظلام تام لليرقات بتاعتي لغايه اليوم السابع. طبعا الطريقه اللي احنا شرحناها دي الطريقه الاوروبيه، اللي هي بعد اليوم الثالث او اليوم الرابع ببدا احط الروتفر والطحالب وابدا اغذي من اليوم الرابع. لكن الطريقه الفرنسيه دي ان انا استغنى عن الطحالب والروتفر تماما، وابدا بالتغذيه من اليوم السابع. يعني بعمل اظلام لمده 7 ايام، بعد كده ابدا اغذي بالارتميا مباشره. وبصراحه احنا جربنا الطريقتين في المفرخ، وطبعا كان الطريقه الاوروبيه كانت مديه سرفايفل اعلى من الطريقه الفرنسيه، بس طبعا دي طريقه برضو معمول بيها في بعض المفرخات، يعني ان هو ما بيضيفش طحالب وروتيفر، وبيعتمد تغذيه على الارتميا والاعلاف الصناعيه فقط. طيب دي شكل احواض اللي هي النيرسري بقى اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتبدا من يوم 25 لغايه اليوم 55. طيب في المرحله دي بيتم الاعتماد على الاعلاف الصناعيه اكتر من الارتمي، ان انا بزود عدد وجبات الاعلاف، وببدا اقلل في معدلات الارتميه تدريجيا لغايه ما اعود الاسماك ان هي تاكل الاعلاف بطريقه طبيعيه، وبعد كده ابدا اشيل الارتميه خالص. طيب الجزء الاخضر اللي ظهر ده دي عباره عن غزيات اوتوماتيك، بيتم وضع الاعلاف فيها على مدار اليوم، وبيتم يعني طبعا الغزايه دي بتنزل مثلا على حسب ما انت بتظبط التايمر بتاعها، كل مثلا ربع ساعه كل نص ساعه بتنزل دفعه علف لليرقات، عشان اقدر اعودها على العلف الصناعي. طيب بعد ال 55 يوم طبعا بنتقل بقى من مرحله النيرس، خلاص السمك يعني بيقدر ياكل اعلاف صناعيه، وتم فطامه من الاعلاف من الارتميا او من الغذاء الطبيعي تماما. بيتم نقله بقى بعد ال 55 يوم، خلاص اليرقات عندي كبرت، ببدا انقلها في مرحله البري فاتنج او مرحله ما قبل التحضير. دي احواض بتبقى احواض مستطيله، بيبقى عرضها مثلا متر ونص، وطول مثلا 12 متر 15 متر. طبعا ليه شكل احواض كده؟ طبعا خلاص الزراعه كبرت بتاكل اعلاف بس، ف... فطبعا بتبدا عمليه الافتراس بتزداد في المرحله دي. فشكل الاحواض معمول بيه كده طبعا عشان اقدر يكون معدلات تغيير ميه عاليه، لان انا في الوقت ده ببدا اغذي اعلاف معدلات تغذيه عاليه، يعني بوصل لغايه 16% معدل تغذيه في الفتره الاولانيه. بعد كده شكل الحوض ده مستطيل عشان اقدر اتعامل مع الحوض بسهوله. ليه؟ لان انا كل اسبوع او كل 15 يوم بعمل حاجه اسمها فرز حجمي
لليرقات اللي عندي دي. لازم افصل اليرقات اللي هي حجمها كبير عن اليرقات الصغيره عشان ما يتمش عمليه الافتراس، واقدر احافظ على العدد اللي انا انتجته. طيب عمليه الفرز ديت بتحصل ازاي؟ اولا بيتم تجميع يعني بشل الحوض زي ما انتم شايفين كده، بشل بجزء من اليرقات ديت، طبعا باستخدام شباك حرير، طبعا لان اليرقات ديت لسه صغيره، ما اقدرش استخدم معاها اشلاب اللي هي الاشلاب العاديه اللي بنستخدمها في المزارع، الاشلاب الخشنه او كده. فالشلب ده بيبقى شلب حرير، بيبقى ايه آه، اقل تاثرا او يعني الاسترس على السمك بيبقى ايه قليل. فبيتم تجميع اليرقات زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بيتم وزن اليرقات ديت عن طريق شلب صغير، بياخد مثلا 50 جرام 100 جرام، بوزنهم. وطبعا ايه بيتم عد الوزنه ديت عشان اقدر اعرف حجم اليرقه ديت قد ايه بالظبط. هو طبعا اول فرز ده بعد ال 60 يوم بيبقى حجم اليرقات من 15 ل 20 يرقه في الجرام الواحد. يعني الجرام الواحد بيحتوي على 20 وحده او 20 آه، وحده زريعه. بعد ما بوزن كده بروح ايه حاطط الاسماك اليرقات ديت في الفراز اللي احنا شايفينه ده. طيب الفراز ده طبعا الجزء ده بيبقى ستانلس بمقاسات معينه. ده الفراز ده عباره عن 1 مللي، يعني المسافه بين آه، كل ستانلس من ده 1 مللي. دي بتسمح باليرقات اللي هي حجمها اقل من 1 مللي انها تنزل تغطس في الميه، والاحواض والاسماك الكبيره بيتم حجزها، بعد كده بيتم نقلها في القفص الحرير ده، بعد كده بيتم نقلها لحوض تاني. طبعا احنا قلنا بوزن كل الزريعه عندي، وانا عارف حجمها قد ايه. طبعا عمليه الفرز دي يعني في الحوض ممكن تاخد مثلا من 4 ل5 ساعات لكل حوض. بعد كده بعد انتهاء عمليه الفرز دي بيبقى عندي نوعي حجمين: حجم صغير اللي هو نزل الحوض، وحجم كبير اللي هو ايه اللي دخل القفص ده. اللي دخل القفص ده بعد كده بنقله احواض تانية. بس في مرحله البريفاتنج دي في حاجه بقى مهمه، ان ما بقدرش اعتمد على العمر زي ما كنت بعتمد عليه في رعايه اليرقات او مرحله النيرسري. ليه؟ لان انا ساعات لما بعمل عمليه فرز للاسماك ديت فبحصل على حجمين نفس العمر، فعشان كده بلغي العمر خالص وببدا اشتغل عن طريق الحجم. بيبقى الاحواض عندي مثلا عندي 15 او 20 حوض، كل حوض بيبقى مكتوب في الداتا بتاعته ان ده حجم كذا بغض النظر عن العمر بتاعه. تمام. طيب مرحله الفرز ديت بعملها كل 15 يوم. طبعا ايه التانك اللي احنا شايفينه ده مثلا او الفراز ده حجمه 1 مللي. بعد 15 يوم بيتم نفس العمليه دي على نفس اليرقات بس بمقاس اكبر، اللي هو 2 مللي، بعد كده 3، بعد كده 4، بعد كده 5. طول ما الزريعه موجوده عندي في المفرخ طبعا بيبقى فيها بتنمو. كل 15 يوم لازم اخد عينه من الاسماك ديت، اشوف حجمها وصل لقد ايه، وايه حجم الفراز المناسب ليها، عشان اقدر عمليه الفصل ديت تتم لغايه ما يحصل البيع. طيب في سؤال مهم هنا، طب احنا في المزارع يا باشمهندس احنا ما بنفرز، ممكن افرز الاسماك دي كل سنه. طيب اشمعنى في المفرخ انا كل اسبوع او كل 15 يوم بيتم فرز الزريعه ديت؟ لان في المفرخ وضعه مختلف. ان الحوض عندي ممكن يشيل مثلا الحوض اللي هو
30 متر مكعب ممكن يشيل بال 200,000 زريعه. فدي طبعا كثافه عاليه جدا، فالاسماك قريبه من بعضها، فعمليه الافتراس بتبقى سريعه جدا. لكن في الاحواض اللي هي الاحواض المزارع، طبعا انا بالنسبه للعروس والدنيس بيتم تسخين 8 ل 10 في المتر. لو مكثف خالص بشتغل مثلا من 15 ل 20 سمكه في المتر. لكن انا في المفرخ ده انا عندي بتوصل لغايه من 800 ل 1000 يرقه لكل متر، فبتبقى الكثافه عاليه جدا. علشان كده لازم يحصل الفرز ده بطريقه دوريه ومنتظمه كل 15 يوم. طب انا لو اتاخرت شويه، طيب كل ما هتتاخر كل ما هيبقى في جزء من الزريعه دي هيبقى في فقد عالي من طبعا عن طريق الافتراس. فعشان احافظ على الانتاج بتاعي لا. طيب انا طبعا كل تانك من التنكات ديت من اول ما بحط البيضه او احط اليرقه بيبقى فيه داتا. طيب احنا قلنا في الاول اختبار المثانه الهوائيه ديت لازم تتكون من اليوم السابع لليوم ال 16. ففي احواض عندي بتكون 100%، وفي احواض بتكون 80% و70% و60%. طيب ال 60% ديت يعني احنا بنتكلم في 60% جوده. طيب باجي انا بقى بعد عمليات الفرز في اليوم ال70 ده بعمل حاجه اسمها اختبار للمثانه الهوائيه، اختبار للاسماك اللي هي مكونه مثانه والاسماك اللي مش مكونه مثانه عشان اقدر اتخلص منها ايه وما.35 جزء في الألف. وبعد كده برفع الملوحة فيها ل 70 جزء في الألف. طيب برفعها باستخدام الملح، طبعا معايا جهاز الريفراكتوم ملح واقلب الميه كويس، وبعد كده اقيس لغايه ما اوصل لدرجه 70 جزء في الألف. طبعا 70 جزء في الألف دي درجه ملوحه عاليه جدا، يعني تكاد تكون مميته. عشان كده بحط قبل ما احط سمك، رفعت الملوحه لغايه 70 جزء في الألف، ببدا احط مخدر اللي هو MS 222 او زيت قرنفل، بحيث ان انا لما ابدا احط اليرقات زي كده اليرقات بتخش في عمليه تخدير تام، كانها داخله غرفه عمليات. تمام. فعمليه بتنام معنى اصح. فالسمكه لما بتبقى متخدره كده خلاص بقى شغل الكثافه هنا اللي بيشتغل بقى. اليرقات اللي هي مكونه مثانه هوائيه دي بتطفو على السطح زي ما احنا شايفين كده. السمك اللي انتوا شايفينه ده متخدر وليس نافق، يعني مش ميت. تمام، هو متخدر مش حاسس بحاجه. فطبعا بفعل الكثافه بيطلع على السطح. طيب السمك اليرقات اللي هي او الزريعه اللي هي مش مكونه مثانه دي بيحصل لها ترسيب في المحلول اللي انا عامله ده. بعد كده ببدا اخد الم بشلب كده الزريعه دي من على وش الميه او وش المحلول اللي انا عامله ده، وبيتم افاقتها في احواض تانية طبعا بدون مخدر، فبتبدا تفوق. والاسماك اللي هي تم ترسيبها اللي هي ما كونتش مثانه دي بيتم التخلص منها. فدي برضو احد طرق الغش في المفرخات. لو انا ما عملتش الاختبار ده، تمام، انا بقلل من جوده الزراعه بتاعتي. وطبعا سنه ورا سنه بتلاقي سمعه المفرخ عندك بقت يعني بقت مش كويسه. وطبعا انت كده بتطفش الايه العملاء بتاعك. طبعا احنا عارفين في السمك اهم حاجه في مفرخات السمك. بعد كده بعمل اختبار بقى
في نفس التوقيت بتاع الاختبار المثانة الهوائية والسمكة فاقت، بعدها بثلاث أربع أيام طبعا السمك بيكون ارتاح واتغذى، بعمل له عملية فرز الأسماك المشوهة. طيب الأسماك المشوهة ديت بتنتج إزاي؟ دي بقى بيبقى في خلل، يح... لازم يحصل خلل في مدة الدورة دي، خلل في التغذية، خلل في نقص بعض العناصر، فبيبقى آه، جزء من الزراعة دي بيحصل في عملية تشوهات. هو الطبيعي إن التشوهات دي لا تزيد عن 5%. طيب لو أنا عندي أحواض فيها نسبة التشوه عالي، لازم أعمل لها اختبار اللي هو التشوه أو عملية فرز، يعني إن أنا الطبق اللي هو الفلين اللي أنتوا شايفينه ده، بحط شوية يرقات كده، وبعد كده بسرعة بنقي الزريعة اللي هي المشوهة ديت، بيتم التخلص منها. وبعد كده بقلل نسبة التشوهات في الزريعة. طب انت راجل كعميل، لما بتيجي يعدي المفرخ، طبعا العملاء بتاعتنا بيبقوا فاهمين الكلام ده، فبيجي ياخد عينة من السمك، مثلا وليكن 100 سمكة، بيعد عدد بيعد الأسماك المشوهة فيها مثلا 5 أو 10. بعد كده بيبدأ يحدد النسبة في الحوض اللي هو يشتري فيه ده. اه طب أنا عندي 10% فقد، فببدأ أعوض له الفقد ده. يعني مثلا لو هو هيشتري 100,000، بديله 110,000 عشان أعوض نسبة الأسماك المشوهة دي. عشان كده فكل ما بتخلص منها كل ما يكون افيد للمفرخ. تمام. طيب بعد كده بتتم بقى يعني طول ما الزراعه عندي بيتم عمليات الفرز دي باستمرار لغايه ما توصل لاحجام التسويق واحجام الاصبعيات الكبيره. ليه؟ لان مش كل العملاء بتشتري زراعه صغيره. ليه؟ لان في قطاع من الاسماك اللي هو قطاع الاقفاص. آه، الاقفاص بيحبوا الاسماك اللي هي الكبيره، طبعا لانهم بيحطوا شبك واسع ميه. فبيجي اقول له انا عايز الاصبعيات 10 جرام 15 جرام. فطبعا في جزء الانتاج بتاعي بيتم عمليه التحضير والتصبيع كده عشان احصل على الاصبعيات بتاعتي. تمام. قبل ما اخلص، بس في حاجه تانية بقى. ايه الفرق بين زريعه المفرخات وزريعه البحر؟ لان طبعا في تساؤلات كتيره. طبعا زريعه البحر لما بتظهر في البحر بيبقى سعرها منخفض، فبعض العملاء يعني يقول لك انا بدل ما اروح اشتري مثلا من المفرخ بالشيء الفلاني، لا ده انا هجيب اضعاف اللي هجيبه من المفرخ، هجيبه بسعر زهيد. المشكله بقى يا محترم ان الزريعه اللي انت بتجيبها من البحر دي، اولا انت بتدمر الثروه السمكيه في البحر. ثانيا انت واخد يرقات طبعا ما تعودتش ان هي تاكل اعلاف صناعيه، وهي طبعا الطبيعه الربانيه ان هي بتاكل غذاء موجود في البحر. طيب انت خدتها وحبستها عندك في المزرعه. طيب انت ما عندكش قدره ان انت توفر الغذاء الطبيعي ده المو... يبقى في الميه، او لو موجود موجود بجزء بسيط. اليرقات هتتغذى عليه وبعد كده مش هتلاقي حاجه تاكلها. طيب انا عشان اعودها على العلف الصناعي دوت، تمام، يعني مش لا يقل عن شهر عشان تتعود على العلف. فطبعا انت مثلا لو شاري مثلا 200,000 300,000، بعد الشهر دول بيصفوا على يعني لا يزيد عن 15%. فانت لا انت سبتها تعيش في البحر، تمام، ولا انت حافظت عليها وعرفت تربيها. فطبعا الجماعه اللي هم بيشتروا زرع من البحر عارفين طبعا اليرقات عندهم نسبة الفقد بتوصل ل 85 ل 90%. عشان كده زريعة المفرخات حتى لو غالية شوية، بس انت واخد زريعة آه، متأسسة كويس، متعودة على الغذاء الصناعي. أول ما هتحطها في المزرعة وتبدأ ترمي علف، هتتجاوب معاك وتبدأ تاكل معاك، هيبقى في معدلات نمو. ف... فبالطبع هيبقى معدل الإنعاش عندك عالي، ومش هتفقد أسماء كتير.
فطبعا دي مشاكل الصيد الجائر اللي احنا بنعاني منها كلنا. تمام. وانا كده اعتبر خلصت، واتشرفت بيكم كلكم النهارده. ولو في اي اسئله انا برضو تحت امركم. وطبعا المفرخ عندنا متاح ليكم في اي وقت لو انتوا عايزين تشرفونا، او في اي وقت يعني احنا تحت امركم. فلو في اي اسئله ولا كده انا معاكم يعني، مفيش مشكله.